بطاطس فريسكاس من اللي بتبقى جوسي من جوه وكرانشي وبتقرمش من بره كده. جبت 4-5 بطاطسات متوسطين، غسلتهم كويس وسلقتهم في حله غويطه، وبيكونوا استووا لما اغرز الشوكه فيهم وتدخل بسهوله كده. صفيتهم من الميه وقشرتهم وحطيتهم في بول غويطه، ونزلت عليهم 3 معالق نشا ومعلقه فلفل اسود وبابريكا وبودره ثوم وملح و4 معالق حليب كبار، ونزلت عليهم بيضه وبضربهم بالهاند بلندر لحد ما الخليط ينعم خالص وقوامه يبقى عامل كده. وبحط الخليط في كيس حلواني او كيس عادي واقطعه من تحت حته صغيره، وفي بوله صغيره حطيت شويه دقيق على بقسماط مطحون ورشيتهم في صينيه عليها ورقه زبده. شكلت صوابع البطاطس في الصينيه جنب بعض، وعملت الشكل الحلزوني ده عارفينه، وعملت بطاطس كريسبي بانيه ودخلتهم الفريزر ربع ساعه. غسلت البوله وحطيت فيها بيضه وفلفل اسود وبهارات البطاطس وشويه دقيق حلوين وشويه حليب، قلبتهم كويس وزودت حليب في النص وكملت تقليب لحد ما وصلت للقوام ده. وفي صينيه كبيره نزلت بقسماط كرانشي وبقسماط مطحون ودقيق وشويه من توابل البطاطس، وبعد ما قلبتهم طلعت البطاطس من الفريزر ونزلتها كده في الخليط السائل، وبعد كده اطلعها الخليط البقسماط بالدقيق. برش عليهم الخليط في الاول وبعدين بقلبهم بالراحه في الخليط من غير ما اضغط عليهم، واللي يخلص بحطه في صينيه فاضيه وولعت على الزيت عشان يسخن عقبال ما اخلص. بنزلهم بالراحه في الزيت بعد ما سخن، ومش بقلبهم الا بعد ما يمسكوا نفسهم. وكده بعد ما خلصتهم كلهم وحان وقت القرمشه. طالع كريمي من جوه وكرانشي من بره، وقرمشته حلوه مش اللي هو ناشف، لا قرمشته خفيفه هشه كده. وده الشكل الحلزوني، هيبقى شكله حلو جدا في التقديم لو عملت منه كميه بعد كده. والبطاطس الكريسبي البانيه طلعت رائعه وكرانشي من بره زي ما سامعين، ومن جوه جوسي وكريمي كده وطعمها تحفه جدا. ولو جربتوها كمان مع صوص رانش او صوص باربيكيو او اي صوص تاني بتحبوه هتلاقوها احلى بكتير.